ازيكم. احنا النهارده هنعمل كيكه بالشوكولاته. مقاديرها سهله جدا. هنحتاج دقيق جميع الاغراض او دقيق كيك. محتاجين شوكولاته للطبخ، ومحتاجين سكر، وعندنا كمان عين جمل وبضايه ومعلقتين زبده او سمنه وزيت وكاكاو، ومحتاجين فانيليا وبيكنج باودر. هنعملها بقى النهارده في الطاجن، تمام، وهنحطها في الفرن، او لو عندكم مايكرويف ممكن تعملوها في مايكرويف. هنعملها النهارده بالويسك عشان تكون سهله على كل الناس. هنبتدي الوصفه. وبعد ما ضربنا البيض هنحط 6 معالق دقيق وهننخلهم عشان الكيكه بتاعتنا تطلع هشه. وهنحط نص باكو بيكنج باودر. و3 معالق كاكاو، بس ده مش كاكاو خام، لو كاكاو خام هزودوا السكر. حطينا الزبدة وهنحط دلوقتي الزيت، وهنحط رشة ملح، وهنبتدي نضيف المكسرات او الحاجة اللي انتوا هتحطوها جوه، سواء كانت شوكولاتة او مكسرات. بنحط وده شكل يا جماعة كيكة الشوكولاتة بعد ما اتحطت في الطاجن.
هتقعد في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، وعلى حسب كل فرن. المهم ان انتوا هتختبروها بخلة اسنان عادية هتحطوها، ولو طلعت بعجين يبقى كده لسه مستوتش. لو لسه مستوتش هتسيبوها تاني في الفرن لغاية ما تستوي، وده هيكون التيست بتاعها. وهنحطها في الفرن وهنرجع لكم بعد ما تستوي. وده شكلها يا جماعة بعد ما طلعت من الفرن. طبعا شكلها روعة، وحطينا عليها صوص شوكولاتة، وبقى فيها زي بحيرات شوكولاتة صغننة كده من الشوكليت شيبس اللي احنا حطيناها. هنحطها في الطبق وهنوريها لكم. ده شكلها يا جماعة بعد ما اتقطعت. بصوا يا جماعة شكلها روعة ازاي، يا ريت تجربوها. فيها كده بحيرات شوكولاتة والعين الجمل، حاجة خطيرة. بصوا الشوكولاتة عاملة ازاي، ندوقها كده. روعة روعة روعة، يا ريت تجربوها. وسيبولنا في الكومنت لو انتوا عايزين وصفة تانية نعملها لكم. وبليز لو استفدتوا من الفيديو ده لو شوية، بليز لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.